بقول لك حامل يا موسى، حامل. شفت المصيبة؟ عارف ده معناه ايه؟ عارف، طبعا عارف معناه ايه. معناه انك يا هانم ما عرفتيش تربي ابنك كويس. معناه انك انت دلعتيه زياده عن اللازم، وده اللي انا قلته من زمان لو تفتكري. دلعك فيه هيبوظه وهو باظ. يا فايا انا تعبت سنين وشقيت لحد ما بنيت اسم وبنيت عيله زي الالماظ. الكل نفسه انه يوصل للاسم ده، بس مش اي حد يقدر يشيله، وده اللي كان لازم تربي باسل عليه. في يوم من الايام هتبقى مكان ابوك وهتشيل المملكه دي كلها. مفيش حاجه اسمها نزوات، حتى قلبه لازم يتحكم فيه، مش يبص تحت رجليه. اللي يبص تحت رجليه ده يعيش طول عمره في التراب. معلش، ملحوقه. عندك حق، مش هقدر افتح بقي بكلمة. كل اللي بتقوله كلام مظبوط، انا اللي دلعته. بس ان شاء الله ملحوقة. انت عارف انا بس اللي هيجنني ايه؟ العيلة دي طول عمرهم عندنا في البيت شايليننا شيل، عمر ما حد فيهم رفع عينه فينا، الا البت دي طالعه نمروده معرفش لمين، طالعه شطاني. بقول لك ايه، انا لا ههدى ولا هيرتاح لي بال غير لما اربي البت دي. طب بس قبل الكلام ده كله احنا عايزين نفكر بعقل، مش عايزين الموضوع يوسع. اهم حاجه دلوقتي ان انا اتاكد اللي في بطنها ده من باسل ولا لا. طب وهتفرق في ايه يعني انه من باسل ولا لا؟ وحياتك هي ديت حبايه هسقطها غصب عنها هي واهلها. اوعي تعملي كده، انا بقول لك اياكي. فايقه، اديني فرصه ان انا اتصرف. مش عايز جنان، مش عايز فضايح. بقول لك ايه، شيليها من دماغك قبل ما هي تتربى. ابنك اللي عايز يتربى.